يعني انت فضلت تشتغل معرس لحد السبعينات. اتولد ابراهيم الغربي سنة 1852 تقريبا في مركز كروسكو في أسوان، وعيلته كانت عيلة كبيرة وأصيلة وغنية. أبوه محمد محمود عامر شيخ قبيلة عربان مركز الدر، وأمه نعيمة سند بنت عمدة كروسكو. وكان أبوه بيحبه جدا أكتر من كل إخواته. أبوه كان واحد من أكبر تجار العبيد، لأن وقتها كانت تجارة العبيد لسه ما كانتش اتجرمت في مصر، والكلام ده كان سنة 1869. إبراهيم لما بقى عنده حوالي 18 سنة أبوه قرر إن هو يبدأ يطلع مع القوافل بتاعة العبيد ويتاجر بدل أبوه. والغريبة بقى إن إبراهيم كان مشهور قوي بإنه تقي جدا وبيخاف ربنا قوي، بس الحال ده اتبدل خالص لما أبوه بعته الرحلة بتاعة السودان دي، وما تفهمش الواد حصل له إيه هناك. رجع متغير خالص، بقى بالنسبة لأبوه فاسق وقرر يقتله عشان ما يتفضحش. بس إبراهيم عرف باللي أبوه بيفكر فيه، فهرب وراح على مركز كروسكو، وهناك اتحامى في قائد الوحدة بتاعة القوات المصرية اللي كان حاططها محمد علي هناك، واتحامى فيه وفعلا حماه من أبوه. وأبوه رجع تاني لقرية الدر، بس اتبرى من إبراهيم خالص وقال ما يحضرش دفنتي. إبراهيم مهتمش ونسي كل حاجة، وفي كروسكو دي عمل أول بيت دعارة بس ما نجحش، فسابه ونزل على قنا. قال لك حتة أوسع وأكبر من البلد الفقر دي وبعيدة عن عيون أبويا، لأن كمان قنا كان فيها وحدة جيش، فقال لك أكيد بتوع الجيش دول ما معهمش الستات بتوعهم ولا بيشوفوا نسوان، فهيبقوا زباين حلوين قوي بالنسبة لبيت الدعارة، عقلية تاجر. وفعلا فتح بيت الدعارة قصاد الوحدة بتاع الجيش، بس ساعتها قائد الوحدة حس ان ابراهيم خطر على الوحدة وعلى العساكر والجنود، فقرر يمشيه. وساعتها ابراهيم خد بعضه ونزل على القاهرة. ابراهيم نزل القاهرة سنة 1870 وعمل بيت الدعارة في شارع اسمه وابور المية ومنطقة بلاء الدكرور، وبقى مشهور قوي والناس بقت تجيله كلها بتدور على الدعارة والشهوة. وما عداش غير سنة واحدة بس وابراهيم اشترى البيت كله وفرشه فرش فخم قوي وقتها، وبقى معاه كمان 5000 جنيه. وبعدها ب6 سنين يعني سنة 1876 أبوه مات. وطبعا أبوه مات وهو ما يعرفش المصايب اللي ابنه بيعملها في القاهرة، وساب له حوالي 10000 جنيه و8 فدادين، ده ورثه من أبوه. إبراهيم بقى بعقل التجار الوسخ ده قرر ان هو يتوسع في تجارة الدعارة، فراح مأجر بيت كبير في حتة اسمها الوسعاية في باب الشعرية، وساعتها كان من أفخم بيوت الدعارة في مصر، واشترى كذا بار علشان البنات ترقص فيه، بس طبعا مش رقص عادي، كان رقص مغري اللي احنا بنسميه دلوقتي استريبتيز. وكان كل ليلة بيفتتح العرض برقصة البطن وهو بنفسه اللي كان بيرقصها. انا كده فهمت ابوه كان عايز يقتله ليه. وسنة 1912 كان ابراهيم عنده حوالي 15 بيت دعارة وكذا بار محدش عارف عددهم، وبيشتغل عنده 150 واحد وواحدة في الدعارة كلهم وتحت امر. بس ساعتها الشرطة خدت بالها من نشاطه، لو النبي ما بدري يا اختي. المهم راحوا قبضوا عليه سنة 1916، ما شاء الله يعني 4 سنين روتين. وكانت أول مشكلة بين إبراهيم والشرطة سنة 1916 دي لما اتقبض عليه وتوجهت له تهمة إفساد الأخلاق. وساعتها قرر هارفي باشا، وكان ساعتها حكمدار شرطة القاهرة يعني زي مدير الأمن حاليا، قرر انه يطهر البلد من العاهرات دول وينفيهم بعيد عن العاصمة، وقرر يمشي كل العاهرات اللي مش واخدين ترخيص، والولاد اللي هم الغلمان اللي برضه بيشتغلوا في الدعارة بدون ترخيص وبيخرجوا بره الأحياء المرخصة، وقرر ان هم ما يخرجوش بره أحياء الدعارة المرخصة. وكان أول قرار له في ظل الأحكام العرفية سنة 1914 انه عمل معتقل واعتقل فيه خلال يومين بس من الفاسدين 100 شخص، وكانوا مجموعة من القواضين وما كانش إبراهيم الغربي فيهم. ولما دخل عليه النائب بتاعه توماس قال له انت ليه ما اعتقلتش إبراهيم الغربي؟ فراح على طول هارفي مقرر ان هو يعتقل إبراهيم الغربي. بس إبراهيم الغربي ما قعدش في السجن كتير، قعد سنة واحدة وخرج وهو بيقول انا قدرت على الحكومه. ابراهيم لما خرج من السجن الناس اللي بيشتغلوا عنده في الدعاره النسوان والرجاله عملوه كانه امبراطور وانتصر في الحرب،
وعملوا له تاج من الياقوت والألماس، ولبسوه التاج ده ومشيوا بيه في الوسعاية في باب الشعرية، وقعدوا يقولوا الامبراطور غلب الحكومة، وعينوه رسميا شيخ العرصة بتاع بولاق ووسط البلد. ابراهيم كان شديد قوي وكان قوي في تنفيذ احكامه، كان بيحط القوانين بمزاجه وبيشرف على تنفيذها ويعاقب اللي بيخالفها، لدرجة ان هو عمل بيت من بيوته زي السجن وعمل فيه زنازين، وكان بيحبس فيه اللي بيشتغلوا عنده لو خرجوا عن طوعه، وما كانش حد بيتجرأ يبلغ الشرطة. بس في مرة حبس بنت اسمها قطافة، ففي جاسوس من بتوع الشرطة جه لإبراهيم وقال له إن أخت البت قدمت بلاغ فيك، فهو راح مطلع البت وراح لابس ملايته اللف وراح على الشرطة بنفسه عشان يثبت إن الكلام ده ما حصلش. إبراهيم كان قاسي قوي على البنات اللي بتشتغل عنده في الدعارة، يعني ما كانوش بيقدروا يفلتوا من نظام العقوبة بتاعته ولا نظام العبودية اللي هو متعود عليه، لأن هو ملوش في البنات، فما فيش واحدة هتعرف تبلفه. وكده كده أبوه كان تاجر عبيد وهو متعود يعامل العبيد، فكان بيكتب عليهم كمبيالات علشان يبقى دايما مسيطر عليهم، وبيتحجج وبيقول إن دي المصاريف اللي بيصرفها عليهم. إبراهيم بقى كان بيصرف كتير قوي على نفسه، وكان بيلبس دهب كتير قوي، وكان بيصرف على الشلة بتاعته والجواسيس بتوعه على بيوت الدعارة التانية وجواسيس الشرطة اللي تبعه، علشان طبعا يحموه، وناس كتير عشان يكتموا اسراره ويكبروا دماغهم من اي شكوى ضده، لدرجة انهم بعد ما قبضوا عليه في الاخر وهم بيفتشوا بيته لقوا عريضة بتاع دعوة يعني مكتوبة في ابراهيم، وبدل ما تروح للنيابة لقوها عند ابراهيم نفسه. مع الوقت ابراهيم وزي اي معرس وشيخ عرصة قد الدنيا، لما الاحتلال جه مصر استغل الوضع ووسع تجارته قوي، لدرجة ان هو وصل لرئيس مكتب جورج فليبس المسؤول عن حماية الاخلاق واصدار تراخيص الدعارة، وساعتها طبعا محدش كان بيقدر عليه. ابراهيم بقى لما بقى صاحب جورج فليبس وإدارة الاداب كلها كانت في جيبه، بدأ يتحول وبقى عنده جنون العظمة، وبقى يشتغل على انه يوزع وينوع في البضاعة، وبقى يجيب نسوان من بره من اوروبا وتركيا واي بلد تانية، المهم مش مصرية، عشان ينوع للزباين. وكانوا اللي بيساعدوه دول يقفوا في المينا في اسكندرية وبورسعيد ويستنوا البنات اللي جاية، ساعات كانوا يجوا بمزاجهم بالاتفاق معاهم، وساعات كانوا بيضحكوا عليهم ويغفلوهم، يقولوا لهم احنا عندنا غرف بأسعار إقامة مخفضة أو على حسابنا، وطبعا البنات كانوا بيصدقوا وبييجوا، فكانوا بيخدروهم ويضحكوا عليهم ويغتصبوهم، ويفوقوا يلاقوا نفسهم فقدوا عذريتهم ويضطروا غصب عنهم يشتغلوا في الدعارة بالإكراه في بيت إبراهيم. وكده إبراهيم اشتهر إن هو عنده كل الأنواع، فتلاقي عنده البيضة والسمرة والقمحوية والشقرة وكل اللي انت عايزه. إبراهيم ما كانش بيشغل الستات الكبيرة بس، كمان كان بيجيب البنات القصر، وكان بيرشد دكاترة عشان توقع الكشف الطبي على انهم كبار، وطبعا ده عشان يطلعوا التراخيص اللازمة عشان البنات تشتغل في الدعارة. ابراهيم كمان كان بيشغل عنده رجال، بس بيقول ان هم ما بيشتغلوش وانهم مجرد خدامين بيخدموا في البيت، لان الدعارة ساعتها كانت متحرمة على الرجال. وبس الناس دايما كانت بتخش البيت تلاقي ان الرجالة دي في مدخل البيت بيقدموا العصير والمشروبات ويتميعوا على الزبون، وبيقدموا خدماتهم الجنسية لو حد من الزبائن طلب. إبراهيم ما كانش بيتحكم في اللي بيشتغلوا عنده وبس، كمان كان بيتحكم في كل بيوت الدعارة اللي في المنطقة، فلما كانت تحصل مشكلة بين عايقة والمقاطير بتوعها بيروحوا لإبراهيم اللي قاعد في المجلس بتاعه، وقاعد بقى عامل الجلسة بتاعته وبيعمل دور القاضي بين العايقة ومقاطيرها. والعايقة دي بتبقى ست كبيرة في السن ومعفية من الكشف الطبي لأنها عدت ال50، أما المقطورة فهي العاهرة اللي بتمارس الدعارة وبيتم عليها الكشف الطبي. إبراهيم كشيخ عرصة كان شديد قوي، وما كانش حد يقدر يعترض على اي حكم ابراهيم بيقوله. شيخ العرصات والامر الناهي مين هيناقشه؟ في مره 2 من العياء من بتوع بيوت الدعارة قرروا ان هم يتحدوا الحكم بتاع ابراهيم الغرب، وكانوا اختين نرجس وصديق. وطبعا ابراهيم ساعتها استخدم سلطته على طول علشان هيبته ما تتهزش، وبلغ عنهم ان عندهم بنات قصر، فالشرطه جت على طول وقبضت عليهم هم والبنات القصر، والاتنين خدوا كل واحدة 5 سنين سجن. إبراهيم بعد كده اتوحش قوي واشترى كل رجالة الدولة بالمعنى الحرفي، وبقى عنده 45 بيت دعارة، وعين نفسه فيها قاضي وظابط وسجان، وبقى فيه عالم موازي للعالم الخارجي. وفي اللحظة اللي تخش فيها بيت من بيوت الدعارة بتاعت إبراهيم، سواء كنت هتشتغل فيها أو زبون، فانت خرجت بره قانون الدولة وملكش دية،
ودخلت دولة تانية خالص. يعني إبراهيم كان عامل دولة عميقة ما فيهاش قانون غير قانون إبراهيم الغربي نفسه. وسنة 1922 زادت قوي الحوادث بتاع اختفاء البنات الصغيرة في السن، القاصرات يعني، لأن ده بيكون طلب الزباين في بيوت الدعارة غالبا. واللي حصل مع الاختفاء ده كل الشكاوي بتتقفل وتتأيد ضد مجهول. وفي نفس السنة اللي هي 1922 جه لاسم السيدة زينب بلاغ من بنت قالت فيه انها خرجت من بيتها لان في واحدة من اللي شغالين عند ابراهيم الغربي وعدتها بانها هتجوزها ابنها، وخدتها بره في بيت في منطقة زينهم واغتصبوها بعد ما خدروها. والبت دي قالت على بنت تانية حصل معاها نفس الحاجة، بس التانية خرجت قبل ما يلحقوها ويفقدوها عذريتها. وبكده قصص البنات اللي بيختفوا بقت زي السلسلة، كل شوية واحدة فيهم بتقول على التانية، والتحقيقات كلها بتوصل لان هما تم فقد عذريتهم عند ابراهيم الغربي وهم متخدرين، لدرجه ان في بنت بعد ما افقدوها عذريتها باعوها لواحد من اعيان الصعيد ب 100 جنيه، ولما زهق منها ورماها ابراهيم خدها لدكتور الصحه عشان يطلع لها ترخيص تشتغل في الدعاره. والدكتور الصحه لما رفض فراح ابراهيم لجأ لصاحبه في لبس، والدكتور اضطر يطلع للبنت الترخيص وهي عندها 15 سنه. الحوادث دي كلها بينت قد ايه رجاله الشرطه كانوا متواطئين مع عصابة إبراهيم الغربي، بس النيابة قررت توسع التحقيقات، والتحقيقات بينت التواطؤ ده اللي بين العصابة والشرطة، ووقعت ايدهم على عمليات كتير قوي لبيع البنات الصغيرة. وبالتحقيق لقوا ان فيه 400 بنت تم التجارة بيهم كجواري في سوق العبيد. وساعتها التحقيق اتوسع قوي عشان يمسكوا 37 راجل وست من اللي بيشتغلوا مع ابراهيم، وكلهم اعترفوا ان التنظيم الكبير ده اللي بيدوروا هو ابراهيم الغربي، وهو اللي بيشتغل في تجارة العبيد من الصعيد لبحري، وان البنات اللي بيقعوا في ايده بعد ما بيغويهم وبيمشوا من بيوت اهاليهم بالليل بيمشوا في حراسة الرجالة بالليل وبيوصلوا القاهرة او اسكندرية قبل النهار ما يطلع عشان محدش يمسكه. الشرطة لما طلعت عشان تفتش بيت ابراهيم لقوا كميات كبيرة قوي من الذهب والفلوس وكمبيالات كاتبها على الستات والبنات اللي هو ضحك عليهم. وبعد كده عرفوا ان الغربي كان عنده 52 بيت دعارة، وبلغ عدد المتهمين في القضية دي 21 متهم. النيابة العامة وجهت لهم 8 تهم مختلفين، والتحقيق انتهى على تثبيت تهم الخطف وهتك العرض والتزوير في حق ابراهيم الغربي. ابراهيم لما تحول لمحكمة الجنايات وقف في المحكمة وبقى يوزع اتهاماته على اي حد بيشهد ضده، وكل واحد هو قدم له رشوة من الموظفين العموميين ورجالة الشرطة، وقال على الساعات الذهب والفلوس اللي كانوا بياخدوها وكل الهدايا اللي كان بيقدمها لهم. من الاخر يعني قالك عليا وعلى اعدائي. التحقيق ده بعد كده وقع في لبس صاحبه واتشال من منصبه ومشى ناس كتير قوي من مناصبه، والمحكمة حكمت على ابراهيم ب10 سنين مع الاشغال الشقة. ابراهيم كان لونه اسود لانه من الاحباش، وكان جسمه كويس متوسط الجسم يعني، بس كلامه ناعم وحركاته فيها ميوعه، وكان كل الوقت بيلبس هدوم نسوان وبيلبس ذهب حلقان واساور، يعني كان مشهور انه عجله. وكان بيحب قوي يخرج بالملايه اللفه، ما بيحبش يخرج بلبس الرجال. وطبعا ما اتجوزش واتبنى ولدين محمد واسماعيل بس مش رسمي، وكان بيحبهم قوي وبيصرف عليهم وكل اللي هم عاوزينه كان بيجيب، وعلمهم هما الاثنين وخدوا دبلومات واشتغلوا في وظايف حكوميه. الحكومة في الأول حطت إبراهيم في السجن اللي جنب القلعة، بس المساجين هناك قالوا لا الراجل ده ما يقعدش معانا، احنا ناس قتالين قتلة وحرامية وبتوع مخدرات بس مش قواضين ولا شيوخ عرس. فراحوا ناقلينه لسجن المخنثين قبل، بس هو ما استحملش السجن وقعد فيه سنة واحدة بس لحد ما مات يوم 15 أكتوبر سنة 1926، وساعتها كان عمره حوالي 74 سنة. يعني انت فضلت تشتغل معرس لحد السبعينات؟ الله يخرب بيتك يا شيخ. جنازة ابراهيم بقى محدش مشي فيها خالص، والناس كانوا بيحدفوها بالبيض والطماطم، والشيوخ الحسين رفضوا ان هم يصلوا عليه، يعني لا اتغسل ولا اتكفن ولا حد صلى عليه.